معظمنا عنده بسكوت المدارس ده، والاولاد اوقات مش بيرضوا ياكلوه، فعايزين نستغله بقى ونعمل بيه حاجة حلوة تتاكل كده ويحبوها جدا. اول حاجة انا معايا هنا كيسين كبار و3 صغيرين، هكسرهم كده جوه الكيس. بعد كده ابدأ افضيه في الصينية على حسب بقى حجم الصينية اللي هتعملي فيه الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها النهاردة. بجد لذيذة وسهلة جدا، يعني مش هتاخد معاكي 3 دقايق وهتبقى خلصانة، وطعمها حلو قوي والاولاد كمان هيحبوها جدا. اكسر بقى كل اكياس البسكوت بالشكل ده. ممكن تعملوا نفس الوصفة ببسكوت عادي، يعني مش لازم اللي مش موجود عنده بسكوت المدارس ده، عادي يعملوه بأي بسكوت موجود عندكم، بسكوت سادة. بعد بقى ما هخلص كل أكياس البسكوت اللي معايا اوزعها كده بالشكل ده. بعد كده حلة هضيف فيها كوبايتين من اللبن، وهضيف كمان معلقتين من السكر، معلقتين كبار، ومعلقتين كبار مليانين كده من النشا، وهضيف معاهم معلقة من الكاكاو الخام. هقلب بقى كل ده مع بعض على البارد. لازم نقلبهم الاول على البارد عشان النشا ما تكتلش معاكم. ندوب كده كل حاجة مع بعض على البارد. بعد كده هرفعهم على النار. انا حسيت ان الخليط فاتح شوية فزودته معلقة كمان من الكاكاو. رفعته بقى على النار، يعني على نار متوسطة لحد الكريمة ما تتقل كده معايا، تبدأ تتقل. اول ما تبدأ تعمل فقاقيع كده هقفل عليها. خلاص كده هي جاهزة معايا. هحط بقى عليها معلقة صغيرة من الزبدة، هدوبها. السخونة بتاعت الكريمة هتدوب معايا الزبدة، هتخلي قوامها كريمي وناعمة جدا. هنشوف هتبقى عاملة ازاي. وضفت كمان معاها نقطتين كده من الفانيليا السايلة. لو مش عندك فانيليا سايلة تقدري تستخدمي ظرف من الفانيليا البودر العادية. وهي سخنة بقى كده نحطها على البسكوت. بصوا قوامها ناعم جدا ازاي. هنزل بقى انا كل اللي في الحلة ده وابدأ افردها بقى كده على البسكوت. بصوا لازم وهي سخنة نفضيها على البسكوت. انا هنا يعني استنيت عليها بس 5 دقايق فبدأت ان هي تمسك شوية. المفروض وهي سخنة جدا اول ما نقفل عليها نبقى مدوبين الزبدة كده جواها ونفضيها على طول على البسكوت عشان توصل لاخر البسكوت تحت وتغطي كل كمية البسكوت اللي معايا. انا شلتها بقى في التلاجة تقريبا نص ساعة بس. تمسكت بقى كده وقلبتها بكل سهولة. بصوا بجد حرفيا يعني تحفة. طعم الكريمة مع البسكوت بجد حلو جدا. طعمها شبه الزبادي الدانت، بس دي بجد طعمها حلو جدا. بصوا بقى البسكوت مع الكريمة بجد تحفة، طعمهم رهيب مع بعض. الاولاد هيحبوها قوي. جربوها قولولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش تحطولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، اكتبولي تعليق عشان يوصل لكم كل فيديو جديد هنزله. وجربوها قولولي ايه رأيكم. حاجة حلوة ولذيذة بجد ومش هتاخد معاكم وقت خالص، وبمكونات موجودة عندنا في البيت، سهلة وطعمها لذيذ.